التهاب المفاصل هو حالة ترى بسبب تدهور المفصل عند كبار السن بسبب التآكل المفرط أو بسبب الاستخدام الزائد. تصبح طبقة الغضروف التي ترى في نهايات العظم والتي تسمح بالحركة الطبيعية للمفصل رقيقة، وتبدأ حواف العظام بالاحتكاك ببعضها البعض، وهذا يؤدي إلى التهاب المفاصل. أكثر المواقع شيوعًا لالتهاب المفاصل في الجسم هي الركبتان، الوركان، الكتفين أو المفصل الرسغي الأول المعروف أيضًا بمفصل الإبهام. ما يحدث هو أن المريض سيطور تورمًا وسيعاني من الكثير من الألم عند حركة المفصل، وسيكون لديه حركة محدودة للمفصل. وأيضًا إذا كان في الطرف العلوي مثل الكتف أو الرسغ فقد يواجه المريض صعوبة في حمل الأشياء أو تدويرها. إذا كان في الركبة سيواجه المريض صعوبة في الوقوف من وضع الجلوس أو صعود السلالم. هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا التي نراها في التهاب المفاصل. يعتمد علاج التهاب المفاصل على شدة الحالة. إذا كانت الحالة خفيفة يمكن علاجها بالأدوية. بالنسبة للحالات المتوسطة يمكننا استخدام شيء يسمى الجبائر. بالنسبة للحالات التي تكون شديدة بشكل طفيف هناك حقن داخل المفصل تعطى، حيث يتم الحقن مباشرة في الركبة أو الورك أو الكتف أو المعصم. وإذا كانت الحالة شديدة جدا فقد تحتاج أيضا إلى جراحة.